السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم عن أهم topics هيفضل موجود معانا لحد ما نخلّص الfront end وهو الforms. الforms ما فيش website حاليًا بيخلو منها، حتى لو landing page يعني حتى لو page صغيرة ما فيهاش غير تعريفات عمومًا للشخص، لازم يبقى في حاجة للcontact أو نتواصل مع الشخص ده هيكون عن طريق الforms. الforms دي يعني form إحنا بنملاها، ممكن يكون باملا بيانات مثلًا اسمي، رقم تليفوني، الإيميل، ممكن مثلًا هاكتب اسمي، هاكتب رسالة، ممكن مثلًا هاكتب اسمي، رسالة، تاريخ الولادة، فأنا عندي الحاجات اللي أنا باكتبها بتكون مختلفة في الform مش دايمًا بتبقى ثابتة، يعني مش دايمًا باكتب اسم، مش دايمًا باكتب رقم، مش دايمًا باكتب تاريخ، مش دايمًا فإحنا بقى المفروض هنتعرّف النهارده إزاي أقدر أعمل الform دي بالHTML، وتاني حاجة عاوزين نعرف برضه هل الform دلوقتي لمّا بتيجي بتتعامل مع السيرفر إحنا بنتعامل إزاي، بنبعت الdata دي إزاي، في حاجة اسمها method فإحنا المفروض برضه هنتعرّف عليها في الforms، إيه هي الmethod بتاعة الform، فخلّونا كده نبدأ. عاوزين نكتب form، عاوزين نعمل form. الform عشان أعملها ليها تاجة اسمها form، يعني أنا كل اللي أنا هاعمله هاكتب تاجة عادية جدًا اسمها form، بتاخد بقى action. إيه الaction ده؟ يعني أنت بعد ما تخلّص الform وتملاها، إيه الaction اللي المفروض يحصل؟ فإحنا ممكن مثلًا لو إحنا عاملين page تانية زي مثلًا thank you for submit my form أو الكلام ده، اللي هو شكرًا إن أنت مليت الform. آآ فهو أنا عايزاه بعد ما يخلّص ينقله للصفحة دي، فأنا باجي في الaction أحط له الlink اللي المفروض يروح عليه بعد ما يخلّص، دي الaction. طيب في حاجة تانية اسمها method ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. الmethod دي اللي هو الform بتاعتك أنت بتملاها، هي بتروح للسيرفر صح؟ طيب هل هتجيب data والّا بتبعت data؟ يبقى على هذا الأساس بنحدد. طب يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أملا form تجيب لي data وأملا form تبعت data إزاي؟ يعني مثلًا أنت دلوقتي لمّا بتيجي تعمل تملى form إن أنت عايز تتواصل مع الشخص ده، فأنت الform دي بتملاها، الdata دي بتروح فين؟ بتتبعت للسيرفر، يبقى أنت كده عملت post، يبقى post أنا بعتّها. طيب لو جينا مثلًا دخلنا على أنا بادوّر في أمازون أو جوميا أو أي حاجة، في form فوق، form اللي هو مثلًا أختار الcategory اللي أنا عايزاها وأختار مثلًا نساء والّا رجال والّا الكلام ده كلّه، فأنا اخترت، بعد ما باختار باعمل أوكي، ما هي دي form أنا مليتها، إيه اللي حصل؟ جاب لي data بناءً على اللي أنا عملته، بناءً على الحاجات اللي أنا اخترتها، يبقى هنا جاب data، جاب data دي يبقى get. يبقى أنا باحدد له الform اللي أنا هاملاها دي هتكون post يعني بتبعت الdata للسيرفر والّا هتكون get بتجيب لي الdata من السيرفر، تمام؟ طيب بعد ما عملنا الform وعرفنا الaction عرفنا الmethod، دلوقتي عاوزين نعرف الinputs بقى، كل حاجة منها اسمها input، يبقى كل حاجة أنا باملاها اسمها input. الinput بقى النوع بتاعه بيختلف من حاجة لحاجة، هنلاقي مثلًا إن أنا ممكن يكون text أكتب كلام عادي، ممكن يكون number أكتب رقم، ممكن يكون color لون، ممكن يكون date تاريخ، ممكن يكون text area يعني input كبير كده اللي هو ابعت لي رسالة كبيرة، فكل ده إحنا هنتعرف عليه بقى النهارده. أول نوع هنتعلمه هو الinput الtype بتاعه text، يعني أنا هاعمل input الtype بتاعه text، وخدوا بالكم دي تاجة برضه ما لهاش close tag، يعني ده element برضه ما لهوش close tag بتاعته، اللي هو الإيه الinput. الinput type text تعالوا كده نشوف شكلها في الويب سايت هيبقى عامل إزاي، هنروح نعمل open with live server ونروح نشوف شكل الويب سايت ده، راح عمل لي input، طبعًا أنا عاملة zoom in عشان نشوفه، الinput ده text يعني أنا ينفع أكتب جواه كلام عادي جدًا. طيب إحنا أمّا بندخل form ما بيبقاش شكل الinput كده، بيبقى في حاجة اسمها على الأقل place holder، place holder عشان أنا دلوقتي شخص هاملة form، أنا مش عارف المفروض أملى هنا إيه، أنا مش عارف، هاعرف منين؟ عندي حاجتين هيعرّفوني، حاجة منهم لازم تبقى موجودة، ما ينفعش الاتنين ما يبقوش موجودين.
يعني لازم الاتنين يبقوا موجودين، قصدي ما ينفعش الاتنين ما يبقوش موجودين، لازم حاجة واحدة على الأقل منهم تبقى موجودة. أول حاجة اللي هي الplace holder. الplace holder ده لو إحنا رُحنا كتبنا كده place holder واكتب مثلًا enter your name، ده كده عملت إيه؟ كده ده place holder اسمه enter your name. طيب وبعدين بُصّوا كده إيه اللي بيحصل، بيتكتب جواه enter your name، بس ديّة مجرد ما هاجي أكتب هي بتختفي، فده الplace holder زي hint يعرّفك أنت المفروض هتكتب إيه هنا. طيب في حاجة تانية قالوا عليها اسمها label. label الlabel ده باكتبه أدي label وأقول له والله إحنا هنكتب هنا your name مثلًا، your name بيبقى مكتوب جنبها، يعني بيبقى حاجة مكتوبة في الجنب أهو بُصّوا your name وتقوم أنت كاتب الحاجة اللي أنت عايز تعملها، فأنت على الأقل ده عرّفك أنت المفروض تكتب إيه. يبقى إحنا عندنا label وعندنا place holder، كل دول حاجات خاصة بالinput، يبقى أنا كده كتبت الinput type text والplace holder بتاعي enter your name ماشي؟ طيب أنا دلوقتي عايزة أربط إيه، هو إيه فكرة الlabel؟ الlabel فكرته إن أنا حتى لو جيت ضغطت عليه، لو ضغطت على الlabel نفسه يوديني للinput، لإن ساعات الشاشة وأنا ماسكة الموبايل إحنا عايزين نسهّل على الuser. الuser دلوقتي جه بدل ما يضغط على الinput اتلخبط وضغط على العنوان، فأنا بقى مش هاصعّبها عليه إنه يرجع يضغط تاني على الinput، فبنعمل له إيه، بنخلّي الlabel ده مربوط بالinput automatic، أول ما يضغط عليه يروح للinput يكتب. طب دي أعملها إزاي؟ إزاي أربط الاتنين ببعض؟ بحاجة اسمها ID. الID ده attribute بنحطه للelement ما ينفعش حد تاني ياخده. الID attribute أنا بادّيه للelement ما ينفعش حد تاني ياخده، زي أي حد كده عنده بطاقة، البطاقة ليها ID، ما تلاقيش حد في الدنيا دي عنده نفس الID بتاعك، ماشي؟ فإحنا برضه هنعمل إيه، باروح للelement اللي هو اسمه الinput ده أدّي له ID، ادّي له الID اللي أنت عايزه، ادّي له أي اسم أنت عايزه، وليكن أنا هاسميه name برضه. طيب أنا كده ادّيته الID، أنا عايزة للlabel ده أقول للlabel ارتبط الID بتاعه name، أعملها إزاي؟ هاروح أقول له في الfor، إحنا عندنا for أهي، هنقول للfor دي خدي الID نفسه اللي هو اسمه name، فكده الlabel ارتبط بالinput، فأنا لو ضغطت على الlabel بالغلط بُصّوا ما فيش أي حاجة أهو، لو أنا ضغطت على الinput، لو ضغطت قصدي على الlabel لقيت الinput هي اللي إيه، حصل focus فيها اللي هو اكتب بقى اللي أنت عايز تكتبه. يبقى أنا كده ربطت الlabel بالinput، إزاي؟ عن طريق الID، باروح أدّي ID للinput وبعد كده أروح في الfor اللي اتعملت في الlabel بادّيها نفس الID. طيب كده ده أول نوع من الأنواع، اللي هو الinput الtype بتاعه text. طيب أي input عشان بس الناس في لخبطة بتحصل لناس إن هو هل الlabel ده مختص بinput معين؟ لأ، أحط الlabel ده لأي حد، يعني أنا مش لازم كل مرة هاشرحه بقى الlabel خلاص، أنا الlabel ده ممكن أحطه لأي input، الplace holder ممكن أحطه لأي input خلاص؟ طيب نيجي على النوع التاني اللي هو الinput بتاعي الtype بتاعه number، يبقى كده ده مش هيقبل غير رقم، يعني أنا لو جيت أكتب هنا أي حاجة، أنا باكتب كلام أهو ما بيكتبش، لكن لو كتبت رقم هيكتب عادي جدًا، يبقى ده الinput بتاعي الtype إيه number، وهنا في الوقت ده برضه ممكن أدّي له place holder وأقول له مثلًا age enter your age، عاوزين الرقم بتاعك يكون age كده. أهو عشان كده ظهر لي enter your age. طب عايزة أعمل له label عادي أعمل له label، هتروح تكتب هنا إيه label ويكتب جواه مثلًا your age. عايزة أربط الlabel ده بالinput ده، يبقى أروح أعمل إيه أدّي له ID وليكن age برضه وأروح للfor أدّيها نفس الage. تعالوا بقى كده نبُص على الشكل أهو، لو ضغطت على your name هو واقف لي على your name، لو ضغطت على your age لقيته واقف لي على الinput بتاع الage. دول كده أول نوعين. برضه الinput المهم اللي لازم نعرفه اللي هو الtype بتاعه password، يعني دايمًا تلاقي لمّا حد بييجي يكتب input password ما حدش بيقدر يشوف الpassword بتتحول لدواير كده صغننة،
فده input التايب بتاعه ايه؟ password. عايزة اعمل له placeholder اهو enter your password. طب عايزة اعمل له label وهنقول له مثلا للباسورد، يبقى لازم اروح ادي للتاني. احنا بنحط دايما اسامي تكون descriptive، يعني بتوصف الحاجة اللي احنا واقفين عليها. ID يكون باسورد برضو او باس بس زي ما انت عايز، بس انا هكتبه باسورد عشان كاتبه فور باسورد يقدر يربطهم ببعض. لازم الاي دي يبقى نفس اللي موجود في الفور. بصوا كده لو جيت اكتب، بصوا بيتحول ايه عشان هو التايب بتاعه باسورد. تمام، ده كده التايب التاني. طيب في تايب تالت او رابع بقى اسمه تكست اريا. تكست اريا ده مش انبوت بقى، ده اسمه تكست اريا. والتكست اريا دي ممكن اديها كولوم ورو. كولوم والله انا عايز كام عمود، تاخدي قد ايه من الصفحه، كام عمود من الصفحه، وليكن مثلا 100. طب كام رو، والله خليهم 100 برضو. تعالوا كده نشوف شكلها عامل ازاي. خدت 100 اهي، 100 كتير برضو. تمام. طيب يبقى انا كده ده الكولوم والرو. طب لو انا ما اديتلهاش، بيديها كده، بيديها قيمة ابتدائية عادية جدا. اقدر اكبرها واصغرها على فكرة، يعني بصوا بتكبر وتصغر معايا عادي، بس احنا عايزينها تظهر بالشكل المبدئي على حاجة معينة. خلاص اديها الكولومز والرو على الشكل اللي انا عايزاه تظهر فيه. برضو الاي دي احنا مش هنتكلم عن النيم دلوقتي. برضو الاي دي علشان نحط، لو هنحط ليبل نربطه بالاي دي بتاع التكست اري. في برضو input التايب بتاعه تشيك بوكس. ايه اللي تشيك بوكس دي؟ اللي تشيك بوكس اللي هو حاجة انا بختار منها، يعني هو مديني مثلا ايه الهوايات اللي انت بتحبها، فانا هقول والله انا بحب الرسم، بحب مش عارف ايه، يعني انا بختار اكتر من حاجة. ده في اللي تشيك بوكس. احنا دايما الفورم لما بنيجي نملاها وبنعمل سبميت او بنعمل دون او اي حاجة، ايه اللي بيحصل؟ الداتا دي بتروح للسيرفر. طب بتروح على الشكل عامل ازاي؟ هي بتروح في شكل مش مهم، هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله قدام قوي، بس هي بتروح في شكل ايه؟ قيمة يعني كي وفاليو. يعني زي ما بتيجي تكتب كده الاسم بسملة، العنوان مش عارف كذا، العمر كذا، فلازم تديله عنوان وقيمته، عنوان وقيمته. هي دي الفكرة. نفس الموضوع هنا، انا الداتا لما باجي املاها، هو لما يجي يعمل سبميت دلوقتي وعاوزين نبعت الداتا دي، بياخد حاجة اسمها ايه؟ نيم وفاليو. نيم وفاليو. الفاليو اللي هي القيمة اللي احنا اخترناها خلاص، فاليو. فهو احنا عندنا التايب ده اللي هيبان فيه الموضوع ده قوي، اللي هو الانبوت التايب بتاعه تشيك بوكس. طيب الفاليو مثلا احنا عاوزين نخلي اول اختيار يكون باسكت بول مثلا، يعني احنا هنكتب هوايات. طب تاني نوع او تالت حاجة مثلا بينت الرسم او الالوان او ايا كان. طيب ممكن نعمل كمان اوبشن او حاجة كمان يختار منها اللي هو بلاي، اي حاجة. دي كلها هوايات. طيب هو لما يجي يختار هواية منهم يبقى انهي فاليو؟ يبقى هياخد الفاليو بتاعتها. طب احنا عاوزين الكي بقى اللي احنا قلنا ايه، احنا بنكتب الاسم كذا، الاسم ده بنقول عليه كي. ده هنحطه ايه؟ بنحطه في اتريبيوت اسمه نيم، وهنقول دي هوبيز، دي تبع الهوايات مثلا. النيم دي لازم تتوحد عليهم التلاتة. ليه؟ لان هو لما هيجي يختار هيختار اكتر من واحدة وممكن يختار واحدة، فلما يجي يتبعت للباك يعني يتبعت للسيرفر الداتا دي، هيتبعت يقول له الهوبس الهوايات الكورة ومش عارف ايه وايه وايه، فده النيم بتاعنا اللي هو هيختاره. تعالوا كده نبص على الشكل، طلع لي 3 بوكس. طب ايه ده؟ فين الحاجة، فين الاختيارات؟
لازم نعمل ليبل، يبقى لازم اعمل ليبل لكل واحده منهم. يعني انا هاجي دلوقتي للانبوت ده هعمل ليبل واقول له الليبل ده هنسميه هنا باسكت بول عشان يبقى بيشاور على الباسكت بول، هسميه بنفس الاسم اللي موجود في الباسكت بول. طيب يبقى الليبل ده خاص بالانبوت ده، طبعا انا عايزه اعرفهم ان هما الاتنين خاصين ببعض، يبقى بالاي دي. هاجي اقول هنا انا معايا اي دي ونسموه برضو نفس الاسم عشان ما نصعبش الامور على نفسنا، واقول له انت ده هتروح فور للباسكت بول. يبقى انت كده عملت اول ليبل. تعالوا كده نبص على الشكل هيبقى عامل ازاي اهو، باسكت بول. فانا لو ضغطت على الباسكت بول بصوا حتى لما ضغطت على الباسكت بول هي اللي نورت، دي اول واحده. طب تعالوا نعمل واحده تانية، نعمل ليبل كمان بس للهوب اللي بعدها اللي هي بلاي مثلا. فهنقول فور بلاي واروح ادي اي دي هنا واسميه بلاي. فكده ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف الشكل النهائي عامل ازاي برضو اهو. لا احنا غيرناش الكلمه، كاتبينها باسكت بول برضو، المفروض نخليها بلاي عشان تبقى ايه بنفس الحاجه. فكده بصوا ادي باسكت بول وادي كده بلاي، يبقى انا كده بختار اكتر من واحده. بصوا يبقى لما بضغط على دي بتنور دي، ودي لما بضغط عليها بتنور الحاجه بتاعتها الخاصه بيها البوكس بتاعه. برضو ممكن نعمل اخر ليبل بالمره، والليبل ده هنخليه مثلا للبينت كده. يبقى لازم ادي دي برضو اي دي عشان اربطه بالليبل ده واقول لها بينت بس كده. فاهو معايا بينت، معايا بلاي، معايا باسكت بول، لان دي كلها انبوتس انا ممكن اكون بملاها في الفورم ايا كانت الفورم ايه. فاحنا بنحط كل الاوبشنز اللي ممكن تكون متاحه لليوزر لما يجي يملى الداتا بتاعته. طيب فالنوع ده نعيده بسرعه كده اللي هو الايه التشيك بوكس. التشيك بوكس اللي هو انا بختار اكتر من اوبشن. طب ما هو الاوبشن دول تحت مسمى واحد اللي هو اسمه ايه؟ هوبز بقى، اسمه الوان، اسمه زي ما تسميه، او اسم الحاجه اللي هتبقى بيختارها في مثلا ايه المجالات اللي انت مهتم بيها. يبقى هنحط بقى كل الاوبشنز دي تحت مسمى السبجكت او المجالات اللي هو مهتم بيها او الانترستس ايا كان. فكده انا حطيت النيم، لازم يكون النيم متوحد عليهم هما التلاتة لان هما كلهم تحت الاوبشن. الاوبشنز دي كلها تحت مسمى حاجه معينه احنا بنختار من خلالها. يجي بقى عكسها الحاجه اللي هي ما ينفعش اختار غير حاجه واحده بس اللي هو الراديو بوتون. الراديو بوتون يعني انا دلوقتي هروح اعمل واحد تاني خالص ليبل برضو، او خلينا نعمل الانبوت الاول. والانبوت ده هنخلي التايب بتاعه ايه؟ راديو. راديو الراديو ده اللي هو ما ينفعش اختار غير حاجه واحده بس. برضو النيم بتاعي احنا دلوقتي مثلا هنختار ذكر او انثى، يعني تحت مسمى الجندر النوع او الصنف ايا كان. يبقى النيم ايه الفاليو بتاعتك؟ القيمه هنا مثلا هنقول هنا مثلا انثى او فيميل، يعني فيميل. يبقى انا كده عملت اول واحد. طب تاني واحد عاوزين نعمله هيبقى برضو التايب بتاعه راديو، لازم النيم يبقى متسمى واحد والفاليو بتاعته هتختلف على حسب الحاجة. مثلا هختار الفاليو هنا اللي هو ميل اللي هو الذكر. طيب عايزين نعمل اي دي لكل واحد منهم عشان نربطه بالليبل. يعني انا هاجي اعمل ليبل هنا واقول الليبل ده انت مثلا فور الميل، وانا هروح ادي اي دي للجزء ده اسميه ميل برضو. ماشي. وهكتب ايه في الليبل عشان يبقى ظاهر لليوزر ميل؟ هاخد شبهها بالظبط واعملها خاصة بالفيميل. فيميل يبقى هنا هنخليها برضو ايه؟ فيميل. ونروح ناخد نفس الفور دي اخليه موجود في الاي دي عشان يبقوا مربوطين ببعض. نروح كده نبص، انا عندي حتى بصوا الشكل بقى عامل ازاي؟ راديو. راديو يعني بقى مدور اهو. لو انا ضغطت على الفيميل هيختار الفيميل، لو ضغطت على الميل هيختار الميل. ما ينفعش الاتنين اختارهم في وقت واحد، لا هو واحد بس اللي ينفع اختار. عكس هنا
هنا أنا كان ينفع أختار دي وأختار دي معاها وأختار غيرها معاها. يبقى أنا كده عرفت الراديو والcheck. اللي هناخده اللي هو الselect، إن أنا مثلًا بيبقى عندي drop down كده نازلة وأنا باختار من خلالها، دي باعملها إزاي؟ باعملها عن طريق حاجة اسمها select. باجي كده أعمل select، طبعًا دي open tag وclose tag بتاعنا. طيب بنديها ID برضه عشان بس إحنا ممكن ما نحتاجوش يعني. طيب إحنا دلوقتي هنختار أكتر من option، يعني مثلًا أنا عايزة أقول لك أنت عايش في قرية إيه أو عايش في بلد إيه، فأنت هتختار والله السعودية، مصر، أمريكا، زي ما أنت عايز. فأنا كده هيبقى عندي حاجات هاختار منها، كلّهم تحت مسمى إيه، الname بتاعي ده هيكون إيه، هنكون مثلًا countries، أنا هاختار تحت مسمى الcountries. طيب بعد كده الselect كده خلاص خلّصناها، نحط بقى الoptions اللي أنت هتختار منها. يبقى أنا كده هاحط إيه option، كل option باحط البلد اللي أنا عايزاها، وليكن مثلًا أنا عايزة Egypt يعني مصر، وهنعمل واحدة تانية مثلًا السعودية، هنعمل واحدة تالتة مثلًا دبي. طيب الvalue القيمة، خدوا بالكم إيه الفرق ما بين الvalue وإيه الفرق ما بين Egypt اللي ظاهرة للuser ده. أنا دلوقتي ظاهرة للuser Egypt مصر، يعني هو دلوقتي تعالوا كده نشوف شكلها عامل إزاي. بصوا في أهي drop down هاختار منها Egypt والّا السعودية والّا دبي زي ما إحنا اتفقنا. طيب بس في حاجة بقى، أنا دلوقتي لو اخترت Egypt، أمّا آجي أعمل أوكي للفورم أو أعمل لها submit تمام، ابعت الdata دي، مش هيبعت Egypt والسعودية ودبي، بيروح يبعت حاجة اسمها value. طب أنت ما فيش حاجة في الvalue، يبقى كده هتروح فاضية، يبقى أنت حتى لو اخترت هو هتروح له فاضية. ليه؟ عشان الvalue أنت مش حاطط فيها حاجة، فالvalue دي القيمة اللي بتروح للسيرفر. تمام؟ هل دايمًا الvalue لازم يبقى نفس الاسم اللي ظاهر للراجل؟ يعني إحنا ظاهرين له Egypt، هل لازم أبقى كاتبة الvalue Egypt؟ لأ، أُمّال على أي أساس باختار؟ على أساس الback end، الراجل اللي هيشتغل معايا في الdata هو اللي هيقول لي. ليه برضه؟ يعني مثلًا شُفتوا الmale والfemale دي، لو أنا رُحت عملتها ذكر وأنثى باللغة العربية، أو جيت هنا Egypt وسعودية ودبي كتبتها مصر، سعودية، دبي بالعربي عادي جدًا. الvalue دلوقتي لمّا هنيجي نبعتها، إحنا مش بنبعتها عربي، الdatabase عايزين نسجلها دلوقتي بالإنجليزي، هنعمل إزاي؟ فالvalue هتكون مختلفة عن اللي أنت اخترته. يبقى الvalue دي دايمًا الdata اللي المفروض لمّا بنيجي نبعتها للback end بتروح له عاملة إزاي. لكن اللي بابقى كاتباه هنا ده الشكل اللي بيظهر للuser، أو ده اللي هيظهر على الواجهة الأمامية بتاعة الناس اللي بتستخدمها. فأنا مثلًا ممكن أقول إن الvalue هتكون EG، مش لازم كلمة Egypt، إحنا عاملين كده values إن SA لو جالي إن الuser قال لي أنا مختار SA أو الvalue بتاعته SA، أعرف على طول إن هو استخدم السعودية، لو عمل حرف الD أعرف على طول إن هو اختار دبي. يبقى أنا مش لازم الvalue تبقى هي نفس الشكل اللي بيظهر للuser، ده عمومًا بقى، يعني برضه هنا في الvalue اللي هنا، في الvalue اللي هنا، ما بيفرقش معايا. تعالوا كده نشوف الشكل، أدي Egypt، أدي السعودية، وأدي دبي. طيب لو أنتم واخدين بالكم أول ما بافتح هو مختار Egypt، أنا مش عايزة أقول اختار Egypt، أنا عايزة أحط option ما يكون مثلًا select country مثلًا، يعني أنا هاعمل option دلوقتي مش هندّي له value بقى، لإن ده ما لهوش value، إحنا هنحتاج الvalue بتاعته في إيه؟ هو ده ما لهوش value أصلًا، إحنا عايزين نقول له select، نكتب له جملة كده select your country، اختار البلد بتاعتك. فكده بصوا كده أهي الinput بتاعي مكتوب فيه select your country، لمّا آجي أضغط هيختار Egypt، يختار السعودية، يختار دبي زي ما إحنا عايزين. بس في مشكلة، إيه هي؟ إن دلوقتي select your country دي هي أول واحدة كده مختارة يعني، بس أنا ممكن الراجل يرجع يختارها تاني، أنا مش عايزاه يختارها تاني، يعني أنا عايزاه هو اختار يا سعودية، يختار مصر، يختار دبي، ما ينفعش يروح يختار كلمة select your country، دي جملة أنا عايزة أديها له بس يعرف إحنا عايزين منه إيه، لكن مش يختارها، يعني ما يروحش يختارها، لإن إحنا أصلًا لو واخدين بالكم إحنا عاملين لها ما لهاش value، يعني ده مش option أنت ينفع تختاره. فساعتها باروح أدّي له attribute اسمه إيه؟
disabled. disabled هنا يعني وقتها ما يعرفش يختاره، فبصوا ما بقاش ايه، ما ينفعش اختاره، ما ينفعش اختاره. بس كده في مشكلة تانية حصلت اللي هي ايجيبت اللي جه عليها. طب انا عايزة اقول له لا، اختار لي الجملة اللي اسمها select your country. انا عايزاك انت تختارها، تبقى اول حاجة لما اجي افتح الويب سايت يبقى هو مختار select your country. بس انا ما ينفعش ارجع اختارها تاني. اعملها ازاي؟ باجي اروح اكتب لها كده selected، يعني انتي تبقي ايه، حاجة احنا مختارينك من الاول. فبصوا كده ايه اللي حصل، مختار select your country. طب تعالى نضغط كده، بصوا ما ينفعش اختار select your country دي تاني، ما ينفعش. انا ينفع اختار ايجيبت، اختار السعودية، اختار دبي، لكن select your country دي لا، ما بقتش available ان انا اضغط عليها. بس يبقى ده كده السلكت. طبعا احنا عارفين ان ال HTML حصل لها upgrade ووصلت ل HTML5، ففي حاجات ما كانتش مدعمة قبل كده في ال HTML بقت موجودة في ال HTML5. زي ايه مثلا؟ زي input date ان انا ممكن اختار تاريخ، زي input color ان انا اختار لون، زي input range ان انا اختار range. فتعالوا كده نشوف الحاجات دي مع بعض امثلة. مثلا انا ممكن اروح اعمل لك دلوقتي input التايب بتاعه color، يعني انت دلوقتي تقدر تختار لون اهو. بصوا كده بقى عامل ازاي، اختار اللون اللي انت عايزه، يبقى ده حاجة، ده input. ممكن نعمل input التايب بتاعه date، يعني تاريخ. فبصوا حتى ده الانبوت اهو، اختار كده واقدر اختار تاريخ. ممكن اعمل input التايب بتاعه range، فبصوا كده بيطلع لي حاجة اقعد اختار منها الرينج، وهكذا. في طبعا تفاصيل كتير انتوا ممكن تقرأوا عنها اكتر. طيب في حاجات برضو مهمة في الفورم، زي ايه؟ مثلا في النيم انا عايزة احط له حدود، يعني ما يقعدش يكتب لي كده اسمه خماسي، انا مش عايزة اسمك خماسي. فانا ممكن احط له حاجة اسمها ماكس لينز، يعني اقصى طول عندك يبقى كذا، ماكس لينز. يعني ممكن اروح اجي كده عند النيم، فين النيم اهو، اجي هنا واقول له ايه، ان الانبوت بتاعك الماكس لينس بتاعه اقصى حاجه ليه 5 حروف. ممكن برضه اقول له اقل قيمه ليه 4، ما يبقاش حد مثلا كاتب لي اسمه من حرف يعني، او اي حاجه. احنا بندي مثال يعني مش طبيعي، فاهم؟ احنا ممكن نديله البدايه بس ما نديلوش النهايه. بصوا انا عماله اكتب، مش راضي يكتب ليه؟ لان هو خلاص خد ال5 حروف اللي انا قلت له عليها. يبقى انا ممكن اكتب ماكس لينس وميني لينس. في حاجه كمان اسمها required، يعني ما ينفعش الشخص يعمل submit، يعني يعمل اوكي كده على الفورم وهو مش مالي الحته دي. يعني ما ينفعش حد يعمل لي يملى الفورم وما يكتبش اسمه مثلا، ما ينفعش. فانا لازم اخلي وقتها الزرار ما يرضاش، يعني الزرار وقتها يقول له لا، ما ينفعش اعمل لك submit عشان انت ما مليتش الجزء ده. طب بعملها ازاي؟ اهو هروح اقول للحاجه اللي انا عايزاها دي، اروح اقف عندها واقول لها انت required دي يعني انت مطلوبه. ما ينفعش اعمل submit او اضغط على الزرار نفسه مش هيشتغل، مش هيرضى. ما ينفعش غير لما تملالي الجزء ده. طيب احنا كده عملنا كل الانبوتس، طب فين الزرار؟ يعني احنا فين الزرار اللي احنا عاوزين نختار منه بقى او نضغط عليه يقول لنا تمام؟ هنعمل انبوت تاني اسمه التايب بتاعه submit، يعني خلاص احنا كده هنسجل الفورم. فتعالوا كده انا هسيب النيم فاضي، ما تنسوش احنا عاملين النيم ان هو required. فانا لو جيت دلوقتي املى الفورم هكتب مثلا 15 واكتب باسورد اي حاجه، واجي هنا اكتب برضو اي حاجه، اختار مثلا play، اختار اني فيميل، واختار الكونتري. تعالوا كده نعمل submit، مرضاش مع اني مليت كل حاجه. بس دي مرضاش ليه؟ بصوا كده بيقول ايه، please fill out this field، بعد اذنك املالي الفيلد ده. عشان كده هو مرضاش يعمل submit للفورم. لو كتبت بقى هنا اسمي خلاص اجي اعمل submit، تمام. ايه اللي حصل؟ الداتا فوق اهي، الهوبس بلاي والجندر فيميل والكونتريز SA. طب فين النيم وفين الايدج؟ احنا مش عملناهم؟
بس انت ما حطيتش name وvalue، عشان كده انت ما حطيتش name، فهو عشان كده ما بعتهاش، مش عارف يبعت ايه. ماشي؟ بس كده احنا الداتا اهي اللي المفروض احنا مليناها. يعني كده الفورم اتملت وكده تمام وعمل سبميت. لما بتيجي تعمل سبميت بيروح يعمل زي ريفرش، والدنيا بتتصفر من اول وجديد، تقدر تملى الفورم دي تاني وتالت ورابع. في زرار تاني التايب بتاعه ريست. ريست ده يعني بيروح يفضي كل الانبوتس بس ما بيبعتش الداتا. يعني كده ما بيبعتش الداتا. الريست ده اللي هو انا بروح افضي كل الانبوتس اللي انا مليتها بس ما ببعتهاش للسيرفر. هي اصلا انا سبميت يعني ابعت، انا خلاص اوكي موافق على الداتا اللي انا كتبتها دي. طب ريست، لا ريست يعني هعيد تاني من الاول، او انا مش عاجبني الكلام ده امسحهولي. فده الفرق ما بين السبميت والريست. في كمان انبوتس المفروض هنتكلم عنها زي ايه؟ زي السيرش. انا عندي انبوت برضو التايب بتاعه سيرش، فكل اللي احنا هنكتبه ان التايب بتاعه سيرش، ان انا هكتب حاجة هسرش عليها. ف لو جينا بصينا كده، جيت ده الانبوت اهو هكتب حاجة، فبصوا بيعمل بعدها علامة الاكس اللي هو ده الفرق ما بينها يعني. فده التايب بتاعه سيرش. في برضو الانبوت التايب بتاعه ايميل، ان انا لازم اكتب ايميل في المكان ده. يعني مثلا خلونا كده نقلل الانبوتس عشان مش كل مرة نقعد نختار الاختيارات دي كلها لما نيجي نعمل سبميت. طيب الانبوت انا مطلعاه بره الفورم اساسا، ده غلط. نشيل بقى كل دول، خلونا نشيلهم مش محتاجينهم في حاجة. هنسيب بس الباسورد والايميل والايه والايدج، يعني خلوها حاجات بسيطة كده. طيب دلوقتي احنا عاوزين نعمل ايه؟ ادي التايب بتاعه سبميت، والانبوت بتاعي التايب ايميل اللي هو اخر واحد ده ايميل. يبقى نكتب مثلا هنا بسملة، هنكتب الايدج والباسورد وهنا الايميل. بصوا هكتب اي حاجة واجي اعمل سبميت. بصوا كده راح قال لي ايه؟ بعد اذنك اللي انت كاتباه ده ما ينفعش يبقى ايميل والله. يعني فين يعني انا عايز فين في هنا حاجه ميسنج. يبقى التايب بتاعي مهم عشان بيقدر يخليني لو انا مش واخد بالي او امنع اليوزر ان هو يعمل سبميت الداتا هو اوريدي مش فاليد، دي داتا مش فاليد ما ينفعش كان يبعتها للسيرفر. تمام؟ طيب في تركايه لعبه كده، لو انت ناسي الباسورد بتاعك ومش قادر تفتكره، وهو انت داخل بيه مثلا داخل الفيسبوك مثلا وجيت تعمل لوجن، فهو فاتح لك اللوجن وكاتب لك الاسم بتاعك وكاتب لك الباسورد. في بعض المواقع ما بيبقاش عامل لك علامة العين اللي يخليك تشوف الباسورد كان ايه، انت نسيته فانت عايز تفتكره. طب اقدر اشوف الباسورد ازاي؟ بص حاجة بسيطة قوي، اعمل كده كليك يمين وروح عند انسبكت. انسبكت دي بتجيب لك هنا الناحية الشمال دي، بيجيب لك الموقع اللي انت كاتبه، كاتب لك ال HTML، كاتب لك كل حاجة احنا كاتبينها هناك، يعني مفيش فرق، كاتب لك كل حاجة. ادي الفورم وادي الحاجات اللي احنا كاتبينها. دي واخدة تايب ايه؟ باسورد، عشان كده هي مش باينة. ما هي لو التايب بتاعها مش باسورد كانت هتبان صح؟ يعني انا لو جيت عند الانبوت اللي التايب بتاعه باسورد خليته تكست، مش انا كده هعرف ايه اللي مكتوب. بس دي تركية انت ممكن تبقى تتعامل بيها وتعمل نفسك ساحر بقى وكده. طيب يبقى كده احنا يعتبر عملنا كفر لاغلب الحاجات. طيب في برضو بعض الحاجات في الفورم كديزاين، يعني تبقى داخل مثلا فورم عايز تملاها لو انت هتجدد البطاقه بتاعتك، فبتلاقي مثلا يقول لك ايه؟ تفاصيل الشخصيه بتاعتك، تفاصيل الام، تفاصيل الاب. كل انبوتس هنا ريليتد ببعضها، ليها علاقه ببعض، ودول علاقه ببعض، ودول ليهم علاقه ببعض. فاعمل لك ديزاين كده ان دول انبوتس خاصه بالام، دي انبوتس خاصه بيك، دي انا اعمل الشكل ده ازاي؟ قال لي حاجه اسمها فيلد سيت. يعني مثلا هروح اعمل كده، اول حاجه فيلد سيت. الفيلد سيت دي انا هجمع جواها الحاجات اللي احنا عايزينها. والله انا عايز النيم والباسورد او النيم والايدج وهكذا، لان الحاجات دي ليهم علاقه ببعض. طيب عايزه اديهم عنوان، عايزه اقول والله ان دي التفاصيل الشخصيه بتاعه الشخص، بنيجي نكتب هنا ليجند واكتب العنوان والله مثلا personal information.
كده. وتعالوا كده نبص على الشكل. ايه اللي حصل؟ يعني خليني كده اشيل المنظر اللي تحت ده عشان احنا مش قادرين نشوف. نشيل الانبوت ده برضو مش قادرين نشوف من خلاله. بصوا كده جمعهم لي مع بعض، شايفين؟ جمعهم مع بعض وحطهم واداهم عنوان اسمه personal information. ده انا ممكن اعمله ازاي؟ بالفيلد set. جه وقت الاكسرسايز. تعالى بقى هنطبق مع بعض على الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه ده. دي الحاجة اللي احنا محتاجين نطبقها. تعالوا كده نشوف مع بعض احنا المفروض نعمل ايه. قدامنا دلوقتي احنا محتاجين نعمل حاجتين. هنعمل صفحة للساين ان وصفحة للساين اب. انت المفروض بتفتح تدخل على الساين ان عادي جدا، تكتب الايميل وتكتب الباسورد بتاعك. طب انا ما عنديش اكونت. لو ما عنديش اكونت خلاص هروح اضغط على الساين اب. طب انا عندي اكونت عادي وكتبت الداتا، خلاص هعمل ساين ان ووقتها مثلا نخليه يوديه لاي صفحة لجوجل ايا كان. طيب ما عنديش اكونت هوديك للساين اب بتملى الداتا اللي جواها بس كده. تعالوا كده نشوف مع بعض ممكن نعمل ده ازاي. اول حاجه انا هعمل فورم، ودلوقتي احنا محتاجين نعمل ايميل وباسورد. يبقى انا هعمل ليبل فور ايميل، هكتب جواه ايميل. وبعد كده نعمل الانبوت التايب بتاعه ايميل، ونكتب جواه بالمره الام بليس هولدر you enter your email enter your email. النيم بتاعي هيبقى ايميل برضو، ده الشكل اللي هيروح للباك اند ايميل والفاليو اللي انا كتبتها. ده اول ليبل. تاني ليبل هنعمله وهو الباسورد، ونيجي نكتب هنا باسورد ماشي كده، خلي البي كابيتال. وبعد كده هنعمل input التايب بتاعه باسورد، والبليس هولدر بتاعته enter your password. كده احنا عملنا الانبوت كمان. وهنكتب النيم بتاعنا باسورد عشان بعد ما يكتب الداتا بتروح في الفاليو دي. والزرار بتاعنا اللي هو في الاخر هيبقى لوجن، يبقى الانبوت بتاعنا التايب بتاعه submit. وهنيجي جنبه كده نكتب طبعا اول حاجه الفاليو كمان عشان دي الحاجه اللي هتبان. الفاليو submit. طيب هنيجي نكتب بقى جنبه الجمله اللي احنا قلنا عليها هنيجي بقى نكتب الجمله اللي احنا قلنا عليها you don't have an account. لو انت ما عندكش account هتعمل ايه؟ you don't have an account. في الوقت ده هتعمل ايه؟ هتعمل لوجن. فهنا هيبقى فيه ارف عشان يوديك قصدي تعمل ساين اب يوديك على صفحه الساين اب. يبقى انا كده هعمل ارف يوديك على صفحه الساين اب. احنا ما عملناهاش، هنروح نعمل صفحه اسمها sign up .html. دي الصفحة التانية اللي المفروض هيروح لها لو هو ما عندوش account. فهنكتب هنا كلمة sign up واللينك بتاع الموقع اللي المفروض يروح له اللي هو sign up. حلو كده. طيب اهو ده الشكل. طيب في حاجات مش مناسبة شبه اللي احنا حاطينه في السكرين. في السكرين في ده نازل لسطر وده نازل لسطر، ففي حاجة اسمها BR دي بتخلي يبقى فيه سطر. فأنا ممكن اجي هنا عملنا BR، فلو بصينا على الشكل بصوا نزل لتحت. طب أنا عايزة أسيب مسافة كمان فممكن أعمل BR كمان. أنا كده كأني عملت مسافة. ممكن نعمل نفس المسافة دي قبل الزرار كده اهو. وبعد كده ده الزرار اللي هو هيقول ايه you don't have an account sign up. لما اضغط على sign up
بصوا وداني لصفحة اسمها ايه signup.html وفاضية طبعا علشان هي اوريدي البيج بتاعتي فاضية، انا ما كتبتش فيها حاجة. تعالوا بقى نعمل صفحة الايه الساين اب. هنكتب هنا التايتل بتاعنا sign up، ونيجي بقى في البادي. البادي بتاعنا هيبقى عبارة برضو عن فورم. طيب الفورم دي هتبقى ايه؟ اول حاجة الانبوت التايب بتاعه تكست، الانبوت التايب بتاعه جيميل او ايميل قصدي سوري، وهنكتب نفس الكلام اللي كنا كاتبينه هناك place holder ايميل او enter your email. دي كلام احنا بنكتبه، يعني مش لازم انت تكتبه بنفس الكلام اللي انا كاتباه. انا بقول له هنا hint انت المفروض تعمل ايه، بليز ممكن تكتب بليز enter your email كده يعني. ده الانبوت بتاعنا بليز enter your email، وادي النيم ايميل. طيب ده الانبوت، عاوزين نعمل له ليبل. الليبل ده هيبقى خاص بالايميل، فما ادينالوش اي دي، عاوزين نعمل اي دي عشان نربط كل انبوت بالليبل بتاعه، ونكتب هنا كلمة ايميل. طيب ده الايميل. بعد كده هنعمل نسيب مسافة ونسيب سطر بي ار كمان عشان خاصة. بعد كده هنعمل الفورم فيلد ست، اللي هو فيلد ست جواه legend، اللي هو احنا هنختار دلوقتي الجندر يا جماعة. طيب دلوقتي الاوبشن اللي احنا هنختاره دول 2 راديو ولا شيك؟ المفروض ده راديو عشان انا بختار حاجة واحدة بس، مينفعش اختار الاتنين. فدلوقتي لما هاجي هختار اول حاجة الليجند بتاعي اللي هو الجندر، فليبل فور مثلا هنقول ميل، ده اول اوبشن احنا هنعمله. الانبوت التايب بتاعه ده راديو، يعني ما ينفعش اختار غير حاجة واحدة بس، واديله اي دي بنفس الفور اللي انا هكتبه اللي هو الميل. هنا هكتب ميل وهنا هكتب ميل. نعمل نفس الموضوع ده بس هيبقى ايه في ميل بقى. كده عملنا اوبشن اول واحد، نعمل الاوبشن التاني اللي هو هيكون في ميل. طيب تعالوا كده نبص على الشكل بتاعها، نعمل ريفرش. بصوا enter your email، وادي الجندر ميل ولا فيميل، عاوز تختار ايه. وبعد كده بعد الفيلد ست دي عاوزين نعمل تكست اريا، اللي هو مثلا هيكتب البايو بتاعه عبارة عن ايه. ممكن نعمل ليبل ليها هي كمان، ليبل، ونقول لها ده بايو، كلمة بايو كده. الاي دي بتاعنا هيبقى نفس الاسم اللي موجود في الفور. تعالوا كده نشوف الشكل اهي. عاوزين نسيب مسافة، نروح نعمل بي ار كده، فبقى فيه بي ار، وده الباي. في الاخر خالص هيبقى فيه زرار اللي هو الانبوت التايب بتاعه submit، والفاليو بتاعته submit. تعالوا كده نشوف الشكل النهائي اهو. طب عاوزين الزرار ينزل لتحت، نيجي قبله نعمل بي ار، خلي الكود بتاعك ماشي على سطر واحد كده. فلو بصينا اهي نزل لسطر. عاوز تغير لون الباك جراوند، ممكن تيجي على البودي تخلي الباك جراوند كولر الشكل اللي انت عاوزه، وليكن مثلا بلو، بس طبعا لون وحش قوي. بس وحش جدا، بلاش. بلاش، خلوها بيج مثلا، بيج اهو. بس كده يقدر يملى ساعتها الداتا بتاعته جدا. بعد ما يعمل سبميت والداتا دي صح ومظبوطه ومفيهاش اي مشكله ونقدر نخليه يروح،
وقتها ممكن نعمل إيه، نخلّي الأكشن بتاع الform دي إنه يوديه للsign in اللي هي الindex. يعني أنت تمام وكده أنت دخلت الdata مضبوطة وبتاع، خلاص روح للindex. طب في الindex لو كتب الdata تمام، نوديه مثلًا لصفحة تانية اسمها، ممكن تقول له HTTPS، تحط له جوجل، عادي يعني مش لازم حاجة معينة. تعالوا كده بقى نجرّب مع بعض. عادي دلوقتي هو يعني خلّونا في الsign in عادي خالص. تعالوا بقى نجرّب مع بعض. آدي أول حاجة هنكتب الإيميل، أي حاجة، هو دلوقتي ما بيشوفش الdata دي صح والّا غلط، والpassword submit. جه بيقول لي أنتِ دلوقتي اللي أنتِ كاتباه ده مش مناسب، يعني مش شكل إيميل يعني. بس لمّا done ومليت الdata راح ودّاني لgoogle.com. بصوا الdata مكتوبة فوق أهي، الpassword كذا والإيميل كذا اللي أنا كاتباهم فعلًا. طيب لو أنا بقى كنت عاملة sign up، يعني أنا مش فاكرة وما عنديش account، عملت sign up هيوديني للpage دي، هاروح أعمل أي account، أختار مثلًا الdata، أختار مش عارف إيه، submit، ساعتها هيوديني على الsign in زي ما اتفقنا. بس كده هنكتفي بالجزء ده يا شباب. باتمنى إن أنتم تذاكروه كويس جدًا، الform محتاجة مذاكرة كتير وتطبيق كتير، وبس كده، شكرًا جدًا.